السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نتكلم عن سر وسحر الوصفة دي. لو عندك طفل بيكح كحة ناشفة يبقى الوصفة دي ليكي. من عمر سنة فيما أكبر، للأطفال الصغيرين الرضع من عمر سنة وسنتين، والأطفال الكبار شوية كمان للكبار. يعني الوصفة دي تنفع للأطفال وتنفع للكبار. وصفة حلوة جدا وسحرية وممتازة جدا. طبعا بما اننا داخلين على الشتاء وكل الناس طبعا مع تغيير الجو صدرها تعبان، والناس اللي عندها كحة ناشفة، الأطفال اللي عندها كحة ناشفة ومش بتعرف تطرد البلغم، صدرها مقفول، عندها احتقان، عندها احتقان في الزور، الأنف عندها مسدودة، الصدر طبعا ملبش كده بالكحة الناشفة والبلغم. هجيبه لكم النهاردة وصفة سحرية يا بنات جميلة جدا، واللي هيجربها هتجيب نتيجة من أول استخدام، ومفعولها سحري وأكيد من أول مرة، وطبعا وتحدي لأني أنا جربتها شخصيا. الوصفة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن الليمون. طبعا معروف فوائد الليمون يا بنات، هتكلم عليها. طبعا الليمون معروف ان هو مضاد حيوي، وطبعا قاتل للبكتيريا والجراثيم وانتي فيروس. النهارده هنعمل وصفة حلوة جدا جدا طبعا للكحة، وبتعالج البرد والسعال. وكمان هنتكلم على فوائد الليمون وازاي نعالج نفسنا من البرد والاحتقان. طبعا اول حاجة هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. معانا زيت زيتون، زيت زيتون يكون نوعه كويس كده، نوع نضيف. طبعا انا جايبه لسه جايباها جديده. هاخد معلقه واحده من زيت الزيتون، معلقه من زيت الزيتون. هعمل فيها ايه معلقه الزيت الزيتون؟ الزيت دوت لازم يبقى دافي، لازم يبقى دافي. فاحنا هندفي الزيت. هندفي الزيت ازاي؟ بولاعه كده. طبعا هو مينفعش يتحط على النار، احنا بس عايزينه يدفى بس. هندفي زيت الزيتون كويس جدا، طبعا زي دمعة العين كده. ممكن تحطيه في الميكروويف او تسخنيه على البوتاجاز عادي، مش هتفرق، بس الوصفة سريعة بالولاعة يعني. هناخد كمان بقى معلقة من العسل الاسود، العسل الاسود او العسل الابيض. انا عندي عسل ابيض بس العسل الابيض متجمد. العسل ده ينفع والعسل ده ينفع. عندك عسل ابيض اعملي الوصفة، عندك عسل اسود اعملي الوصفة. ويستحسن ان انت تعملي منها كمية على قد الاسرة، عشان دي وقاية وبتقوي المناعة. طبعا بتقوي المناعة جدا جدا جدا. ويستحسن تعمليها، يعني تعملي على قد الوجبة، يعني ما تعمليهاش وتركنيها، اعمليها تكوني هتستخدميها. فانا اخدت معلقه طبعا من زيت الزيتون، وحطيت عليها 3 معالق عسل كبار. ودلوقتي خدت ليمونه، هشيل كده البذر. طبعا هشيل بذر الليمونه خالص، اتخلص منه. يعني احنا كده عندنا زيت زيتون وعسل، اي نوع عسل، وهنعصر عليه ليمون. هتديها للاطفال، اطفال الرضع من عمر سنة، وللكبار برضو، يعني تنفع للاطفال وتنفع للكبار. وصفة سحرية ممتازة جدا جدا جدا. فكده احنا كده عصرنا الليمون اهو. خدي بالك من البذر، تخلصي منه. عايزة اقول لكم بقى اني بقى هتقوي مناعة طفلك، الصدر المخشول والبرد. انا عاملة الوصفة دي مخصوص لبنتي عشان صدرها تعبان، فقلت افيدكم، قلت افيد الناس بالوصفة دي لانها حلوة جدا. دلوقتي كده بقى بقلب الخليط كده زي ما انتوا شايفين كده. خلطيه كويس جدا جدا عشان فيه ساعات العسل بيبقى متجمد. اخلطي كده الزيت مع العسل والليمون.
طبعا معلقة الزيت دي هنحطها ليه؟ هنحط معلقة الزيت دي، طبعا زيت الزيتون معروف بفوائده، ان هو فيه فيتامينات، وطبعا زيت الزيتون حلو جدا جدا. هيساعد البلغم يخرج بسرعة. وكمان لو طفل عنده امساك هيفك الامساك. اما الطفل ياخد معلقة من الوصفة دي هتريح صدره وهتعمل له إذابة للبلغم. طبعا البلغم مع زيت الزيتون والليمون والعسل هياخد البلغم وينزل في البروز، وكمان بتعمل طارد للبلغم. اتخلصي من البلغم بالوصفة دي، هتطرد لك البلغم، وكمان هتخفي البرد، هتخفي البرد والزكام واي حاجة. طبعا ما تستنيش لما تتعبي، اعملي الوصفة دي ليكي ولأسرتك وتخلصي من البرد. يعني ارمي كل الأدوية اللي عندك واعملي الوصفة دي. الوصفة دي سحرها ممتاز بجد، يعني وصفة جميلة جدا جدا. معلقة واحدة بس كده كفيلة ان هي زي الدواء كده. ولو لقيتيها مززة، لو لقيتي الليمون كتير فيها، زودي كده معلقة او معلقتين من العسل. بس انا اكتفيت كده بمعلقة واحدة من زيت الزيتون كبيرة، عليها 3-4 معالق عسل، وطبعا ليمونة صغيرة، والليمون ده تكوني غسلاه طبعا. فانا بقى بعد ما حطيت كده، لما دقت الوصفة حسيت ان هي الليمون كتير مززة، فزودت معلقتين كمان من العسل. فانت لو لقيتيها مززة والطفل مش متقبلها زودي عسل. طبعا طعم الليمون مع العسل ممكن الطفل يبقى مش حابه قوي، وفي اطفال بتحب الطعم ده وبتستحلبه. طبعا عايزه اقولك من اول ما بتاخديه بيعمل مذيب جدا للبلغم وبيطرده، والصدر بيرتاح. الطفل اللي بيبقى مش عارف ياخد نفسه وبيبقى بينهج والبلغم قافل صدره، زي سامعين صوت بنتي كده، هي انا شايلاها اهي، صدرها طبعا تعبان. فانا عملت لها الوصفة دي عشان تعرف تنام وترتاح. بجد الوصفة دي سحرية، يعني كأنك رحتي للدكتور بالظبط. او بدل ما تدي مضادات حيوية، لا ده مضاد حيوي طبيعي حلو جدا. الليمون يا بنات كفيل ان هو يضيع البرد ويضيع البلغم. والناس اللي بيبقى عندها احتقان دايما، انا من الناس اللي على طول عندي اللوز، فالليمون بعالج نفسي بالليمون. واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة.